ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل، والنهاردة هنعمل مع بعض البطاطس البانيه. اكلة سهلة وسريعة واقتصادية جدا، بجد مفيش احلى من كده. وهقولك ازاي متفكش منك خالص وانتي بتقليها في الزيت. اول حاجة هحط البطاطس طبعا مقطعاها مكعبات، وبعدين هحط عليها نص معلقة صغيرة ملح، وهسيبها تتسلق على النار. وطبعا كل شوية ببص عليها، بس ما تسلقوهاش، يعني ما تسيبيهاش تتسلق لأقصى درجة، لا يعني سيبيها سميكة شوية. وأول ما بنشيلها من على النار بنهرسها على طول بشوكة، أو لو عندك الهراسة. وبعدين بقى بضيف عليها هنا معايا بقدونس مفروم، وكمان توم مفروم، وفلفل اسود، وكمون، وملح، وكركم، وكاري. طبعا اي نوع من البهارات دي حابة تستغني عنها مفيش مشكلة. انا هنا كمان بضيف حوالي 4 معالق دقيق، بس بصراحة ما تصوروش، مهم جدا علشان البطاطس تمسك معاكي وما تفكش خالص في الزيت، انك تحطي لها دقيق اثناء العجينة. بس لو ضامنة ان البطاطس بتاعتك حلوة، اللي هي بتكون لونها احمر من بره دي، ان شاء الله مش هتفك معاكي. يعني لو مجربة نوع بطاطس معين قبل كده وضامنة ان هو مش هيفك معاكي، خلاص ما تضيفيش دقيق. بقلبهم بقى كويس جدا كده مع بعض، وبعدين بشكلها زي ما انت حابة شكلها، اقراص او كور او صوابع. انا هوريكم الثلاث اشكال، وزي ما انت حابة تختاري اختاري. بس اهم حاجة قبل ما تشكليها تسيبيها شوية في التلاجة لو عندك وقت. انا هنا ما كانش عندي وقت فشكلتها على طول، وبعدين هحطها في التلاجة بعد ما اشكلها. يعني الاحسن ان انتي تحطيها قبل وبعد علشان تضمني ان هي تتماسك معاكي في الزيت. اهو كده بقى ممكن اعملها صوابع او اعملها اقراص. انا هوريكم في الاخر ان كل الاشكال معايا الثلاث اشكال ما فكوش خالص. لو حسيتي ان ايدك بتلزق ومش عارفة تشكلي، ممكن تبليها كده خفيف جدا بمية، وبعدين تكملي التشكيل تاني عادي. انا هكمل بقى بقية الكمية اللي معايا واحطها في التلاجة شوية، وبعدين هجيلكم واحنا بنقليها اهو. حطيت بقى زيت، ولما سخن طبعا نزلت بالبطاطس. اهم حاجة ان الزيت يبقى سخن علشان ما تفكش معايا. ممكن كمان لو حابين تعملوها في بيض وبعدين دقيق الاول بعدين تقلوها، الدقيق برضو هيمسكها اكتر ومش هتفك. وكده هو انا بقلبها على الوش التاني، ولا واحدة الحمد لله فكت معايا خالص. وبكده اكون خلصت وصفة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.